ارتفاع أسعار المحروقات يثير غضب مهنيي نقل الطرق للبضائع بالمغرب. عبرت تنسيقية النقابة الوطنيية لقطاع نقل الطرق للبضائع عن استيائها الشديد من الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات التي بلغت حوالي درهمين و40 سنتيما، معتبرة أنها زيادة صاروخية تضاف إلى زيادات سابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة. وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن هذه الزيادات تأتي في سياق ما وصفته بعجز الحكومة عن ضبط قطاع المحروقات وعدم مراجعة تركيبة الأسعار، بما يخفف الضغط على المواطنين والمهنيين، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يزيد من حدة الاحتقان داخل قطاع نقل الطرق للبضائع الذي بات مهددا بأزمة حقيقية نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل. وحذرت الهيئة النقابية من أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع عددا من المقاولات العاملة في القطاع إلى التوقف النهائي عن العمل، وهو ما ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة، داعية في الوقت نفسه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات هذا الوضع. وفي هذا الإطار طالبت التنسيقية الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات مع الرفع من قيمة الدعم المخصص لمهني القطاع، حيث اقترحت رفع دعم الجرارات الطرقية إلى 15,000 درهم بدلا من 6,000 درهم، ورفع دعم الشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.14 طنا إلى 5000 درهم بدل 2600 درهم، وتخصيص 7000 درهم للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 14 و 19 طنا بدل 3400 درهم، و9000 درهم للشاحنات التي يفوق وزنها 19 طنا بدل 4200 درهم.